السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم كحك العيد. عملت معاكم البسكوت والقراقيش والبيتيفور، فالنهاردة بقى هنعمل الكحك المظبوط الدايب، وفي نفس الوقت الكحكية ماسكة نفسها مش ناعمة قوي. وهقولك ازاي تعملي الكحكية ناعمة قوي او مظبوطة زي ما بتحبيها، وايه الاخطاء اللي ممكن بنقع فيها. تابعوني لاخر الفيديو. فيلا بينا نشوف الطريقة. توكلنا على الله. اول حاجه نحضرها مع بعض الحشوه. معايا ربع كيلو من الملبن لازم يكون طري ولونه فاتح. بتنزلي عليه بمعلقه صغيره من السمنه، وهتعجني السمنه مع الملبن كويس جدا. ممكن تكتفي ان الحشوه تكون ملبن بس انا بحب اضيف له مكسرات، ففرمه مكسرات خشن، اي مكسرات متوفره عندك. هتعجني المكسرات مع الملبن كويس، وبكده الحشوه بقت جاهزه معانا. هتقسمي الحشوه لكرات صغيره، وحاولي ما تكبريش حجم الحشوه قوي علشان الحشوه ما تخرجش بره الكحك اثناء التسويه. هتحضري الكمية كلها بنفس الطريقة، وبعد كده هتغطيها وتسيبيها في التلاجة لحد ما تحضري عجينة الكحك. معايا 500 جرام من الدقيق المنخول، ما يعادل 4 أكواب معيارية. هنزل عليهم بربع معلقة صغيرة مش مليانة قوي من الخميرة الفورية، رشة بسيطة من البيكنج باودر يعني أقل من ربع معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من ريحة الكحك تقدري تستغني عنها لو مش بتحبيها، معلقة كبيرة من الحليب البودر، معلقة كبيرة من السكر بودر المنخول، معلقة كبيرة من السمسم. كده المواد الجافة بقت جاهزة معانا. هتقلبي كل المواد دي مع بعض كويس جدا. بالنسبة لكمية السمنة، انا هقولك ايه الكمية المظبوطة بناء على الكحك اللي بتحبيه. بتحبي الكحك يكون مظبوط، لا هو ناعم قوي ولا هو خشن، هتحطي نص كمية الدقيق كمية السمنة. يعني انا استخدمت 250 جرام من السمنة، ما يعادل كوباية وربع. طب لو بتحبيه ناعم شوية صغيرين، يبقى هتستخدمي 280 جرام من السمنة، يعني هتزودي معلقة كبيرة كمان مليانة من السمنة. طيب لو بتحبيه يكون ناعم ودايب قوي، يبقى هتستخدمي 300 جرام من السمنة، ما يعادل كوباية ونص من السمنة البلدي. فانتي كمية السمنة اللي هتزوديها بناء على الكحك اللي بتحبيه يكون مظبوط، ناعم سنة صغيرة، ناعم قوي زي ما تحبي. الكحك احنا مش بنعجنه، احنا بنبس فيه بصوابعنا بالشكل ده لحد ما نوصل لعجينة طرية ولينة خالص. ممكن كمان تلاقيها بتلزق في ايدك. الموضوع ده ممكن ياخد معاكي 10 دقايق تقريبا. المرحلة دي اديها حقها لانها من اهم المراحل اللي بتخلي الكحك ناجح معاكي. تختبري العجينة ان هي وصلت للقوام المظبوط، تاخدي قطعة صغيرة وبتكوريها، وبالبصامة بتبتدي تشكليها بالشكل ده. لو العجينة ما شققتش معاكي يبقى كده ده القوام المظبوط. هتلمي العجينة دي او هتعجنيها بنص كوب من المية الدافية او الحليب الدافي. انا استخدمت مية دافية. نزلت عليهم برشة من الملح لان انا نسيت انزل على دي برشة من الملح، وانا بحب ازود بصراحة رشة ملح بتظبط جدا الطعم. هتنزلي بالمية بس ما تنزليش بالمية كلها، هتسيبي حوالي معلقتين كبار في الكوباية، وهتبتدي تلمي العجينة بالشكل ده. ما تزوديش كمية المية قوي لان كمية المية ممكن تخلي الكحك معاكي خشن مش ناعم. وبرده ما بنعجنش كتير، احنا بنلم العجينة لحد ما المية تختفي تماما. طب بتعرفي ازاي ان العجينة محتاجة مية تاني او لا؟ ان انتي بتشوفي العجينة بتختبريها، لو حسيتي ان هي بتشقق معاكي هتزودي مية كمان. هي العجينة احتاجت معايا نص كوب مية كاملين. كمية المية اللي هتستخدميها من ربع كوب لنص كوب، ما تزوديش عن كده. في خطوة او تكاية بحب اعملها في الكحك دايما، ان انا بحب الم العجينة في الاخر بمعلقة صغيرة من السمنة. هتعجني العجينة لحد ما السمنة والمية يختفوا تماما، وهتختبريها تشوفيها وصلت للقوام المظبوط ولا لا، بان انتي بتاخدي كورة وبتكوريها وبالبصامة بتشوفيها هتشقق معاكي ولا لا. العجينة مظبوطة جدا مفيهاش غلطة. هتغطيها وتسيبيها ترتاح لمدة 15 دقايق كده لحد ما تحضري الصواني والأدوات اللي هتستخدميها. أول حاجة هشكلها الكحك السادة. حجم الكحك حسب ما بيرجعلك، شوفي بتحبيه كبير أو صغير. أنا بعمله وسط. حجم الكحكية تقريبا بيبقى 23-25 جرام بالكتير. أنا هشكل الكحك النهاردة معاكم بالبصامة بطريقة سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت خالص. هتشكلي كل واحدة بوحدتها في وقتها، لكن لو كورتيهم كلهم وبعد كده شكلتيهم هتلاقي العجينة بتنشف معاكي، ولما بتيجي تعمليها بالبصامة هتلاقيها بتشقق معاكي، رغم ان العجينة كانت طرية في الأول جدا معاكي، بس لما بتكوريهم وبتسيبيهم العجينة بتنشف. هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة. انا تقريبا عملت نص الكمية كحك سادة، وهعمل النص التاني كحك محشي ملبن. هنحشي الصينية التانية مع بعض. هتاخدي كل قطعة وتطريها بايدك بالشكل ده، لان هتلاحظي ان العجينة مع الجو الساقع بتنشف معاكي. هتكوريها وبعد كده تفتحيها من النص بالشكل ده وتحطي الحشوة فيها. لو حسيتي ان حجم الحشوة كبير على الكحكة، يا تصغري حجم الحشوة يا تكبري حجم الكحكاية، علشان زي ما قلتلك الحشوة متخرجش من الكحك. حجم الكحكاية قبل ما احشيها تقريبا 26 جرام. انا كبرت الحجم شوية علشان تبقى مناسبة مع الحشوة.
وعايزه اقولك انت ممكن تحشيها اي حاجه، ممكن تحشيها عجوه، ممكن تحشيها مكسرات بالشكل ده، بس زي ما تحبي الحشوه بترجعلك. هتشكلي الكحك كله بنفس الطريقه. بالنسبه للتسويه، بالنسبه للكحك الساده ليه تسويه مختلفه عن الكحك المحشي. الكحك الساده بتدخليه في فرن ساخن مسبقا، وبتكوني مشغله فرن فقط. بتدخليه في الرف الاوسط على درجه حراره 175. بتسيبي الكحك ياخد وقته خالص لحد ما يستوي تماما. ممكن ياخد معاكي من نص ساعه لساعه الا ربع حسب حجم الكحكايه. بالنسبه للكحك المحشي هتدخليها درجه حراره 190، بتدخليه في الرف الاوسط. بالنسبه للكحك المحشي ما بياخدش وقت في التسويه زي الكحك الساده، لان لو اخد وقت في التسويه الحشوه هتنشف معاكي. ده شكل الكحك بعد ما استوى معانا. زي ما تلاحظوا حجم الكحك زي ما هو، ما كبرش ولا فرش معانا. الاسباب اللي تخلي الكحك يفرش معاكي اثناء التسويه ان السمنه كتيره جدا، ولو استخدمتي ماده رافعه كتير زي البيكنج باودر والخميره هتخلي شكل الكحكيه مش باين، يعني شكل البصمه يختفي. بتسكري الكحك اللي بتستخدميه بس عشان الكحك ما يطراش معاكي. الكحك زي ما انتم ملاحظين مظبوط جدا. عايزه اقول لكم ريحته خطيره. وزي ما انتم ملاحظين بنص كيلو بس من الدقيق عملنا كمية حلوة من الكحك. كحك حلو جدا، ريحته بجد بتملي البيت كده بهجة وسرور. هتكونوا تشوفوا الكحكاية قد ايه ماسكة نفسها وفي نفس الوقت ناعمة ودايبة. بالنسبة لي بحب ده القوام المظبوط للكحك، ما بحبوش ناعم قوي ولا خشن قوي، لان لو خشن هيبقى رقيش. وده شكل الكحك المحشي ملبن من جوه. شايفين التسوية مظبوطة ازاي؟ بجد خطير. جربوا الكحك بالطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات. اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.